السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبطال، حلقة جديدة أبطال وبطولات قناتنا وبرنامجنا. النهاردة هنتكلم عن ماتش قوي جدا، الأهلي وإنبي في قبل نهائي كأس مصر. مباراة جامدة جدا. ورسميا إنبي ينضم لعائلة أبو ثلاثة، معلول في الشوط الأول وموديست وإمام عاشور اللي بيفتتحوا تهديفهم مع الأهلي في بداية الموسم الجديد 23-24. إن شاء الله تكون بداية قوية للأهلي ولكل الفرق المصرية. طبعا في ماتش قوي جدا، مش عايز أقول يعني هو قمة من قمة الدوري اللي لن تتكرر، الزمالك وبيراميدز في قبل النهائي يوم 8/11. يبقى ماتش قوي بطريقة مخيفة. الزمالك وبيراميدز طبعا في بينهم بعض، كان في تعادل الماتش اللي فات، بس ان شاء الله الماتش الجاي ما فيهوش تعادل، لا يقبل اي حاجه غير الفوز. واظن ان الزمالك هيحسم الماتش حتى لو ما لعبش في كاس النخبه اللي هو من 4 فرق، عشان خاطر موضوع قرار العقوبه اللي نازل عليه بحرمانه سنه من المشاركه. لكن اظن الزمالك فريق قوي، فريق قادر انه يوصل لنهائي البطوله، يعمل مع الاهلي ماتش ند بند. مش هيكون ماتش اي كلام كده وزي ما بيقولوا بالبلدي كده تحصيل حاصل، لا. اتوقعها الزمالك هيطلع بيراميدز في قبل النهائي يوم 11 ويقابل الاهلي في النهائي، ايا كان بقى مين اللي هيغلب، بس يبقى ماتش قوي جدا. نهائي كاس اهلي وزمالك، قبال الكره المصريه. طبعا الزمالك بعد ماتش ارتا سولار بحس انه فاق شويه، اللعيبه عملت ريمونتادا قويه جدا قدام ارتا سولار. طبعا ما عرفش اعمل الحلقه بتاعت الزمالك لظروف الشغل عندي، سامحوني. زي ما قلنا احنا بس تجريبي لغايه ان شاء الله نص اكتوبر. ان شاء الله لغايه نص اكتوبر هيبقى بس تجريبي. البث الرئيسي الفعلي بالاستوديو، بالكاسات، بالاستوديو التحليلي، بحصاد الابطال. ان شاء الله اللي هيكون في معانا صحفي رياضي. ان شاء الله هيكون كل يوم 2 حصاد الابطال، نتكلم في كل المانشيتات، كل الاخبار اللي نزلت طول الاسبوع في حلقه ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. نرجع للمباراه، ماتش قوي جدا. الشوط الاولاني كان الاهلي متسيد الموقف تماما، نقول وان سايد جيم، يعني لعب باتجاه واحد، كان الاهلي بيهاجم وانبي بيحاول يعافر معاه مش اكتر. في الدقيقه 39 معلول يجيب ضربه جزاء بعد مراوغه جيده من اليو ديانج، يدخل ال 18 ويرقص، المدافع يعمل معاه اعاقه وياخد ضربه جزاء صحيحه، والاهلي يحرز هدف جميل جدا من معلول، ملك الحلول زي ما بيقولوا، ويخلص الشوط الاولاني 1-0. شوط ما فيهوش كلام غير ان الاهلي بيلعب لوحده. الشوط الثاني انبي عمل ماتش قوي جدا وعامل نديه قويه مع الاهلي. في الدقيقه 51 موديست اللي انا في رايي الشخصي ان هو مهاجم قوي جدا ولسه بس يفوق، بس يرجع بس لياقته البدنيه، هيعمل ماتش جامد وهيعمل اداء جامد وهيبقى موسم تاريخي مع الاهلي. موديست عمل كوره كده ما بين الباك والجون، خبطت في الباك ودخلت، بس هي تحسب لموديست. وبعد كده ضيع انفراد طبعا. بعد الجون دوت انبي جاب جون، جون حلو، بس هو للاسف هو يعني تسلل، هو هدف تسلل صحيح، يعني الكوره ما فيهاش المساعد رفع الرايه والفار اكد الكلام. طبعا موضوع الدوري الانجليزي واللي حصل فيه طبعا دي حاجه مهمه هنتكلم فيها ان شاء الله في حصاد الابطال، لانها واقعه غريبه بالذات في دوري كبير. يعني حتى انا كنت عامل بوست قلت خطا ساذج في دوري كبير، يعني حاجه المفروض ما تعديش على الحكام هناك، بس للاسف يعني ده اللي حصل. وبسبب النتيجه ديت توتنهام يفوز على ليفربول في مباراه قويه جدا في الدوري الانجليزي. نكمل موضوعنا. اللقطه المضيئه اللي ليها ذكرى ثنائيه عند الاهلاويه، امام عاشور يسجل اول هدف ليه، يطلق راسته الرحمه على انبي، والجول يخش في الدقيقه 86. طبعا دي بتفكر الناس الهدف التاريخي القفشه سنه 2020 مع الزمالك، زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده الهدف القاضي ممكن. نكمل كلامنا عن الماتش، ماتش قوي جدا. انبي كان فيه نديه كامله، لان عمل كابتن طارق
نزل تغييرات قويه جدا. يعني انا كنت اتوقع ان احمد اوفا كان يلعب اساسي عشان يهدد دفاع الاهلي، لكن هو فضل ان ينزل الشوط الثاني بعد ما خلاص بقى 2-0، فما فيش بقى خلاص، مش هينفع يقفل حاجه تاني خلاص. توقعاتي كانت الماتش ان الاهلي يغلب 4-0. في ناس قالوا لي 3-0، اصدقائي قالوا لي 2-1. كنت بقى استطلاع راي ما بين انا واصدقائي مع بعض، حتى كابتن امل ادمن صفحه معاك يا اهلي اللي انا ادمن فيها واتشرف بان انا اكون موجود فيها على فيسبوك، قالت لي لا الاهلي هيغلب. قلت لها لا، موديست هيهدف وامام هيعمل شغل جامد في الماتش. انا قلت يصنع او يهدف، بس هو فعلا هدف. كان قلت كهربا، بس للاسف كهربا ما هدفش. قلت كهربا وموديست وامام هما اللي كانوا نجوم الماتش. طلع معلول وموديست وامام هما اللي كانوا منورين اللقطات المضيئه في المباراه. نكمل كلامنا، نقول ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا زمالك وبيراميدز، وان شاء الله انتظروني في استوديو تحليلي للمباراه. يكون بقى موضبنا الدنيا، يكون شهر 11 ان شاء الله يكون مظبطنا الاستوديو وجبنا الكاسات بتاعت الرعايات، لان احنا عندنا رعايه قويه جدا من شركه اعلانات ودعايه واعلان وكاسات. ان شاء الله هتعجبكم، وانتظروني في اقرب وقت ان شاء الله كل يوم الساعه 10 في فيديو ان شاء الله جديد على القناه. اشوفكم على خير ومبروك الاهلي، ونقول لانبي يا ابو 3. كان معاكم احمد زيكو، حلقه جديده من قناتنا ابطال وبطولات. ليلتكم جميله، سلام عليكم.